الأب الذي لا يراقب عائلته ولا يحاسب أبنائه على أخطائهم ينشئ ذرية فاسدة ومضطربة. والعامل الذي لا تتم محاسبته ومراقبته دوريا ينتج لك عمل ذو جودة سيئة. والموظف كذلك إذا لم يرى مراقبة مستمرة ومحاسبة على غياباته وأخطائه يتماهل في عمله ويصبح كل شيء عبارة عن روتين طبيعي، فينتج لك عمل سيء ورديء، فتعم الفوضى والفساد في الوظيفة ويدخل الحرام. والمجتمع الذي لا يرى عقوبات ولا يتم تطبيق العدالة والقانون فيه تعم الفوضى وتكثر الأخطاء والتعطيلات. وكذلك في حركات السير والطرق، السائق الذي لا تتم محاسبته على مخالفة مرورية سوف يتماهل ويتمادى ويصبح الأمر طبيعي، وفي كل يوم يتكرر نفس الخطأ، فتكثر الازدحامات والتعطيلات والعطلات. هذا الأمر لا يقتصر على الموظف والعامل والمجتمع، هذا الأمر يدخل في كل شيء، في الآلات، في الممتلكات. الآلات والممتلكات التي لا تصان دوريا ولا تراقب دوريا تكثر عطلاتها وتقل كفاءتها، وإدامتها تتحول من 5 سنوات إلى 2 سنين. كذلك الأمر في الزراعة والصناعة وفي كل شيء. الزراعة إذا لم تتم المراقبة الدورية والمستمرة على الزرع يموت ويذبل. في كل شيء المحاسبة والمراقبة ضرورية ومهمة. كذلك نفسك إذا لم تتم محاسبتها ومراقبتها دوريا سوف تصبح حياتك عشوائية وروتين مستمر، وتكثر التعطيلات في حياتك، وتتساءل ما سبب التعطيلات التي حصلت في حياتي؟ سببها هو عدم المراقبة والمحاسبة. المحاسبة هي التي سوف تزكي نفسك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خيبة الأمل والخيبة في الحياة هي بسبب عدم المحاسبة وعدم المراقبة. فكل شيء إذا لم يحاسب يتآكل ويموت ويذبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا بالحلقة الثالثة من سلسلة اخلعنا عليك، وبالقسم الثاني من الخلوة هو المحاسبة. وصولك للقمة، لقمة الجبل، لا يعني النهاية ومو مكان للسكن. وصولك للقمة لازم يعلمك شلون تكون متزن وخالع نعليك من راح تنزل للوادي والضجيج والمجتمع. الخلوة مو معناها انه انت تمكنت وخلاص وصلت، لا، الخلوة تعلمك شلون تكون متزن ومزكي نفسك بالقمة وبالوادي. السؤال الأصعب شلون تكون واعي وحاضر وانت القائد من تنزل للضجيج، المجتمع والكلام والاهتزازات. شنو هي الأداة اللي من خلالها نقدر نواجه المجتمع والضجيج اللي يولد المجتمع والأفكار؟ الأداة هي محاسبة النفس، المحاسبة الدورية. وراح تنقسم المحاسبة إلى عدة أقسام إن شاء الله راح نوضحها بهاي الحلقة. بحلقة اليوم راح نقعد قعدة صراحة ونباوع بالمراية ونشوف وين قصرنا وين خطأنا وين توقفنا، حتى نرجع نثبت أقدامنا ونمشي بالصورة الصحيحة. خلي يكون معلومك كل شي بهاي الدنيا بدون صيانة
مستمرة وبدون مراقبة دورية راح تكثر عطلاته وتعطيلاته. تخيل نفسك هو ماكينة تحتاج إلى المراقبة الدورية والعناية والمحاسبة. شنو تتخيل نفسك؟ تأكد أنه هي تحتاج إلى مراقبة، تحتاج أن توصل مرحلة الفلاح، قد أفلح من زكاه. وأحكي لكم الصراحة، من راح تتمكن والله يوفقك وتحاسب نفسك باستمرار، راح تتعلم طرق ما راح تعرفها بهالفيديو، طرق راح تجيك خاصة تحاسب نفسك بيها وانت داخل المجتمع، وانت بمجموعة قاعد 20 نفر، انت قاعد بنصهم، هم يحجون، هم ملتهين بالخارج، انت ملتهي بالداخل، تصفي وتفلتر وضعيتك. راح توصل هاي المرحلة من المحاسبة وهي أعلى مراتب المحاسبة. حاسب نفسك قبل أن تحاسب. في خطبة الرسول لأبا ذر نوضح، نتدبر شوية في هذه المقولة وفي هذه الخطبة. حاسب نفسك قبل أن تحاسب. شلون راح تحاسب إذا ما حاسبت نفسك؟ المحاسبة ممكن راح تجيك عن طريق شخص، ممكن راح تجيك عن طريق فعل، ممكن راح تجيك عن طريق مرض. حاسب نفسك وقومها وزكيها قبل أن تحاسب، لأن كل شيء يخرج من محيطك راح يحدد بالمحاسبة. شلون؟ الخارج هو انعكاس للداخل. كل شيء راح يخرج منك إذا أنت ما محاسب نفسك، ما مراجع نفسك، راح يكون ذو جودة سيئة. كلامك، أفعالك، سلوكياتك، تصرفاتك. تخيل أنت عملية تصفية يومية تسوي. هاي التصفية راح تطلع لك الحسن من السيء، تمام؟ الزين من المو زين. فأنت بنهاية اليوم صفيت بداية يوم جديد، أنت متزن في منتصف، لأنك محاسب نفسك. فكل شيء راح يخرج من عندك هو داخل ضمن معايير المحاسبة، داخل ضمن فد فلاتر داخلية ومخرجت لك أمور صحيحة ومتزنة. فمن راح تتحدث، من راح تفعل، من راح تتحرك بهذه الحياة، كل شيء راح يشوفونه الناس اللي راح تشوفك، راح تشوفك متزن. مو شرط انت مسوي اي شيء، نظرة الناس يحددها داخلك، محاسبتك لنفسك. حياتك ما راح تصبح عشوائية، راح تقول ظلموني وخذوا حقي، وراح تقول تجاوزوا وسبوني، وراح تقول كذا وكذا وكذا. ما سألت نفسك ليش ظلموك، ليش تجاوزوا عليك، ليش سببوا لك متاعب، ليش جرحوك بالكلمة، ليش جرحوك بالفعل، ليش جرحوك بالسلوك. جرحوك لأن أنت مستحق، وهذا استحقاقك لأنك ما حاسبت نفسك، لأنك حياتك عشوائية. فالله عز وجل راح يسخر الفعل، راح يسخر الشخص ينبهك حتى ترجع للمحاسبة. حاسب قبل أن تحاسب. راح تحاسب، راح تتجاوز المحاسبة، تمام؟ مرات التنبيه راح يكون بحادث أو مرض أو ألم، فراح ترجع تحاسب نفسك لأن التحاسبوك بالألم أو المرض. هذه المقولة هي قانون كلش خطير، يعني كلش خطير بنفس الوقت كلش مفيد. شلون؟ أنت ما راح تحاسب نفسك، راح تخلي نقاط على الحروف، فكل شيء راح يخرج من محيطك راح يكون متزن وصافي. أصلا نواياك، أصلا أنت إذا حاسبت نفسك، كل شيء راح يخرج منك راح يجبر المقابل إنه يرد عليك بالشيء الحسن حتى إذا كان هو سيء. شلون تجبر المقابل؟ أنت ممكن شلون تجبر المقابل إنه يرد عليك أو يتعامل وياك بأسلوب حسن وهو سيء؟ إذا حاسبت نفسك، إذا فلترت نفسك،
إذا صفيت نفسك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نوقف شوية من بعد ما وضحنا المحاسبة وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وإن شاء الله وضحت. نبين كلمة زكاة. قد أفلح من زكاها. كلمة زكاة بالمعنى الحرفي، تخيل أن حرف الزاي هو عملية الاهتزازات والحركات الفكرية والشعورية والحركة في الحياة. هو الزلزال اللي يضرب أرضك ويرجها، عملية رج للأرض مالتك حتى يطلع منها الزين من الموزين. حرف الزاي من بعد ما تخرجت هاي الأمور ورجت وطلع منها الزين، طلع منها الذنب والمعصية والعمل الصالح والعمل الغير صالح، راح تتكون وتتمكن. راح تتكون هاي الأعمال وتتفلتر وتتحصن بحرف الكاف وتصعد للأعلى لقمة الجبل بحرف الألف. زكاة بحرف الألف راح تصعد. فالذنب من بعد المحاسبة الدورية، الذنب تستغفر الله عليه، النعمة تشكر الله عليها، وهاي أثناء الخلوة راح تصير العملية. هاي أثناء الخلوة راح تصير العملية. ذنب تستغفر، تفلتر، انمسح، نعمة تشكر، تزداد. فعملية دورية وعملية فكرية نفسية جدا قوية. من بعد راح تصعد بحرف الألف إلى القمة، راح توصل إلى التاء المربوطة وهي نتيجة للاهتزاز. التاء المربوطة هي نتيجة لاهتزاز الزلزال اللي حصل. فعملية التزكية هي عملية رج النفس، عملية رج النفس والاهتزاز. إذا ما رجيت نفسك بإرادتك راح يجيك الزلزال غصبا عنك ويجبرك إنه ترجع تحاسب. وإذا ما انتبهت وما حاسبت راح توصل إلى الزلزال الأخير اللي هو النهاية، اللي هو الموت. أقسام المحاسبة. القسم الأول، هذه الأقسام خارج الخلوة. هذه الأقسام خارج الخلوة. هذه الأقسام راح أمثلها لك كأنه أنت بعملية أرجوحة بهذه الحياة، تتأرجح باستمرار، وأكو فد عمود نازل ماسكك وأنت تتأرجح. كل ما طبقت هذه الأقسام كل ما خليت أقراص ثقيلة بهذا العمود، فراح يقل تأرجحك ويبطأ، فراح تكون بحالة اتزان. بحالة اتزان. من راح تعرف هاي الأقسام راح تخلي الأقراص الثقيلة هذا العمود، وراح يقل تأرجحك بالحياة، وما راح تكون حياتك عشوائية، ما راح تكون عندك سرعة انفعال، سرعة حركة، راح تكون عندك سكينة وهدوء. كل هذه الأمور راح تنشأ لك من خلال المحاسبة إن شاء الله. أقسام المحاسبة، القسم الأول هو الكتابة. سجل يمك أقسام محاسبة النفس. هذه الأقسام خارجة عن الخلوة، راح تطبق الخلوة بالمحاسبة إن شاء الله الداخلية مثل ما وضحنا. هذه الأقسام خارجة عن الخلوة، راح تكون كل يوم. القسم الأول الكتابة. كتابة الروتين اليومي من صلاة الصبح، من الإفطار، نوع الإفطار، نوع الغذاء اللي راح يدخل لك. تسجل كل الأشياء الداخلة لك، لجسمك والمحيطك. شلون؟ تسجل الإفطار، الغداء، العشاء شنو نوعه، تسجل شنو شربت، شنو انت مدمن عليه، تسجل الأفعال، تسجل كل شيء مهم بهذا اليوم. تمام؟ تسجل سلوكياتك، ممكن أخطائك. تمام؟ فتخلي لك دفتر، تمام، وتسجل بيه. هسه لو نجي هنا أنا بفضل الله عز وجل، لو نجي هنا يوم 27/6/2026 مسجل مثلا صلاة الصبح، تمام، أوكي، الصبح كذا كذا كذا. ليش سجل الوجبة؟ ممكن الوجبة غير صحية، استمرارك عليها يسبب لك مشاكل. اللي يدخل لجسمك يحدد
فكرك، اللي يدخل جسمك هو راح يحدد فكرك. تسجل نهاية اليوم شنو راح يصير عندك، صليت صلاة الليل، أديت واجباتك، أديت صلواتك، أديت أمورك النفسية، تسجل كل شيء وراح تكتشف إن شاء الله هواي أمور. فأول قسم من الأقسام هو الكتابة. اكتب كل شيء، خلي لك سجل وهو روتينك اليومي، سجل بيه كل شيء. القسم الثاني والله العظيم اللي يطبق هذا القسم وهذا الجزء راح ينتقل بحياته نقلة نوعية خطرة، هو التصوير. شنو التصوير؟ تصوير سيلفي، تسوي لك صفحة، ممكن تسوي سناب خاص بيك وتصور سيلفي انه انت بهذا اليوم تصور سيلفي، وانا هسه قاعد اصور، تمام، انه انت بهذا اليوم اكلت هيك اكله، تجاوزت على صديق، زدت بالسخريه، همز ولمز كثير، غيبه هواي سويت بهذا اليوم، ما حصلت نفسي، ما راجعت نفسي بهذا اليوم، اكلت هيك اكله، سافرت. فائده التصوير عينك راح تشوف وضعك الحالي بهذا اليوم، وتحدد حتى طاقتك بهذا اليوم إن كانت متزنة أو كانت عشوائية. الله عز وجل خلى بكل إنسان تحليل وسكنر، مجرد نظرة واحدة أنت جزء من الثانية من تنظر للشخص تحلله تحليل كامل. التصوير فائدته إنه أنت ما تخلي نفسك عشوائية، راح تكون في الطريق الصحيح، في الصراط المستقيم، بدون محاسبة راح تكون عشوائية. فأنت تصور نفسك سيلفي كل يوم، كل نهاية يوم. اللي يقدر يطبق هاي الأمور مو بسهولة راح تطبقها، راح تواجهك هواي صعب، راح الشيطان يبعدك عنها، لأن هي راح تخليك أوكي. الإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت يقولون من عرف نفسه كيف يعصي ربه. أنت راح تعرف نفسك، أنت راح تصفي نفسك، تصور تصوير سيلفي يومي، حافظة كاملة لحياتك، شهر كامل أنت مصور كل يوم. بهذا اليوم سويت هذا خطأ، ثاني يوم ما أسوي. بهذا اليوم أكلت هيك أكلة، ثاني يوم ما تأكلها. والله العظيم راح تتغير حياتك 90 درجة، وراح تخلعن عليك، ما راح يفوتك شيء. القسم الأخير ما راح أذكره بهاي الحلقة، راح أذكره بالحلقة الرابعة إن شاء الله، والقسم الثالث من الخلوة، لأنه هو خطر، اللي من خلاله راح تكون شلون تكون حاضر أثناء الضجيج، أثناء المجتمع يسولفون وأنت تسولف، بس أنت تسولف بس أنت لابس الناظور. شلون؟ إن شاء الله راح نعرفها بالحلقة القادمة. حياكم الله، وإن شاء الله تكون معلومات قيمة، وندعو من الله الهداية والتوفيق والإخلاص، وأن نزكي أنفسنا ونكون من عباد الله المتقين. في أمان الله، إن شاء الله نلتقي بالحلقة الرابعة من سلسلة إخلان عليك.